السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الفؤاد في كل مكان. النهاردة معادنا مع درس الدولة الحديثة. درس الدولة القديمة نزل ودرس الدولة الوسطى نزل، شرحناه كويس قوي. تعالى بقى نعرف درس الدولة الحديثة بيقول ايه. معاك مستر محمد علاء مدرس التاريخ والدراسات في اسكندرية. ما تنساش تشترك معانا في القناة علشان وتفعل زر الجرس علشان تتفرج على مراجعة اكتوبر، مراجعة الوحدة الأولى عشان امتحان الشهر. يلا بينا يا بطل نشوف الدرس ده بيقول ايه. يلا بينا بسم الله. قال لك عندنا اشهر ملوك عصر الدولة الحديثة. عصر الدولة الحديثة بنسميه عصر المجد الحربي. يبقى قال لك عندنا عصر الدولة الحديثة، قال لك بنسميه عصر المجد الحربي. يعني معنى ذلك من حيث عنوان السؤال، من حيث عنوان الدرس خالص، ان عصر المجد الحربي ده يعني معنى ذلك ان الملوك اهتموا بالحملات العسكريه. ما احنا بنقول لك بقى عصر مجد حربي، يعني اهتموا بالحملات العسكريه. قال لك بدأت مصر عهد جديد جدا عرف بعصر المجد الحربي او عصر بناء الامبراطوريه، بعد ان استطاع الملك احمس القضاء على الهكسوس. بعد ما طرد الهكسوس اعاد الامن والاستقرار في البلاد. قال لك وعمل الدوله الحديثه، هو مؤسس الدوله الحديثه. تعال نعرف خصائص عصر الدولة الحديثة. قال لك عندنا تميز عصر الدولة الحديثة بعدة خصائص. أول حاجة وجود جيش قوي. مين اللي طوره؟ اللي طوره الملك أحمس لما استخدم العجلات الحربية في حربه ضد الهكسوس. طب الجيش القوي ترتب عليه ايه؟ قال لك واقرار النظام والاستقرار وحماية الحدود وصد الهجمات الخارجية. ما طالما انا عندي جيش قوي هفرض النظام والامن والامان. يبقى تاني وجود جيش قوي ساعد على ايه؟ قال لك ساعد على الاستقرار الداخلي لمصر وحماها من الاخطار الخارجيه. الملوك ما اكتفوش بكده، قال لك بكل بساطه وكمان كونوا امبراطوريات عظيمه امتدت من منين لفين؟ ضمت قارتين اسيا وافريقيا. يقصد يقول لك ان ملوك الفراعنه احتلوا الشام او سيطروا على الشام، وكمان نهر دجله والفرات، يعني كمان ضموا العراق. يعني وصلت الحدود المصريه لقاره اسيا وافريقيا، ان الدوله المصريه ضمت اراضي من اسيا وافريقيا. فين في اسيا؟ في الشام والعراق، عشان بيقول لك لحد نهر الفرات، لحد قناه الجندل الرابع تحت في الجنوب السودان، والاتجاه نحو الجنوب حيث تم ارسال العديد من الحملات العسكريه والرحلات التجاريه لافريقيا. يعني هم اهتموا بتكوين امبراطوريه. قال لك ان الاراضي، ان الدوله المصريه ضمت ايه؟ ضمت اراضي من اسيا وضمت اراضي من افريقيا. اهتموا بتطوير الجيش عشان يرسلوا حملات عسكريه. ايه اللي حصل؟ ظهر الاستقرار الداخلي. قال لك ثم الاتجاه نحو الجنوب، عملوا ايه؟ ارسلوا حملات عسكريه تجاريه ناحيه فين؟ الجنوب. قال لك ثم الازدهار الحضاري، تطورت جميع المجالات واصبحت مصر مركز حضاري مهم، مما ادى ذلك ان هي اثرت على باقي الحضارات. ثم ظهرت الثوره الدينيه. الثوره الدينيه اللي عملها الملك اخناتون. مين الملك اخناتون ده؟ اللي هو من الحتب الرابع. الملك ده ما كانش عاجبه عباده الاله امون. قال لك بس انا هقعد اعبد اله تاني وهفرضه عافيه على المصريين. مفيش من النهارده عباده الاله امون، هتعبدوا اله جديد. وعمل حاجه اسمها التوحيد، كلنا هنعبد الشمس. كان مسميه الاله اتون وسمى نفسه اخيتاتون. من حتب الرابع ده هو امر الشعب المصري زمان يعبدوا الشمس، سماه الاله اتون وسمى نفسه اخيتاتون وسمى نفسه اخناتون وعمل العاصمه اخيتاتون. المهم قال لك ان طبعا الشعب المصري رفض المبدأ ده. انت ممكن تجبر الشعب على اي حاجه، ممكن على جوع، على مثلا على ظروف اقتصاديه صعبه، الكلام ده ممكن تجبر عليه الشعب المصري. بس في حاجه ما تجبروش على الدين، انا حر اعبد اللي انا عايزه. فلما الملك ابن الحتب الرابع اللي هو اخناتون قال لك اجبر الشعب المصري على عباده الشمس اللي هو اللي هو الاله اتون، طبعا الشعب المصري رفض وعمل ضده. قال لك ثوره دينيه. حلو الكلام. عمل الثوره الدينيه الملك مين؟ اخناتون. تعال نتكلم بقى عن ملوك عصر الدوله الحديثه. قال لك عندنا الملك احمس الاول. الملك احمس ده هو مؤسس ايه؟ الدوله الحديثه.
هو طارد الهكسوس. يبقى مين اللي طرد الهكسوس؟ الملك مين؟ الملك أحمس. كانت فترة حكمه بداية تاريخ جديد لمصر. اشمعنى؟ علشان هو حرر مصر منين؟ من الهكسوس، ووحد البلاد وأعاد الأمن والأمان. يبقى تاني، يبقى بكل بساطة كده إن الملك أحمس عمل إيه؟ قال لك إن الملك أحمس قال لك ده عصر جديد. أيوه ليه؟ أول حاجة طرد الهكسوس. يبقى هو طرد الهكسوس، وحيد البلاد. مش بس كده، قال لك وكمان نشر الامن والامان. يبقى هو طرد الهكسوس، وحد البلاد، نشر الامن والامان، وكمان طور الجيش، واتخذ العاصمه طيبه. يبقى خلي بالك مدينه طيبه اثناء الدوله الحديثه كانت هي العاصمه، ما تنساش. اهتم احمس بتامين الحدود الجنوبيه. اديني دليل. قال لك فبعد ما طرد الهكسوس توجه نحو الجنوب. طب ليه؟ من اجل اعاده الامن. يبقى هو ليه الملك احمس ارسل حملات عسكريه ناحيه الجنوب؟ تاني، قال لك هو ليه؟ قال لك عندنا ارسل حملات عسكريه ناحيه الجنوب. قال لك عشان ايه؟ ينشر الامن وكمان الامان. يبقى عشان ينشر الامن والايه؟ والامان. حلو الكلام. قال لك فقام بحمله على فينيقيا. قال لك عندنا وبسط نفوذه عليها. النتيجه؟ قال لك مهل لتكوين الامبراطوريه. خلي بالك، هو سيطر على فينيقيا. طب ليه؟ قال لك علشان هي الامن القومي لمصر. خلي بالك فينيقيا دي اللي هي الحدود الشماليه الشرقيه لمصر. هو بعد ما طرد الهكسوس وامن الحدود الجنوبيه طلع هنا وسيطر على فينيقيا، على الشام، علشان هنا يعني اضعف الحدود السياسيه لمصر. فبكل بساطه قال لك هو امن فينيقيا او ضم فينيقيا للدوله المصريه عشان هي بالنسبه لنا امن قومي. يبقى قام بحمله على فينيقيا وسيطر عليها. النتيجه؟ قال لك بدايه ظهور الامبراطوريه المصريه. يبقى تاني بدايه ظهور الامبراطوريه الايه؟ المصريه. حلو الكلام. يبقى تاني، يبقى قام بحملته على فينيقيا وبسط نفوذه عليها. النتيجه؟ قال لك مهد لتكوين الامبراطوريه المصريه. ولم يكن عهد احمس كفاحا مسلحا، بل كانت في فترات من السلم والهدوء، حيث اهتم بالبناء. قال لك عندنا والتعمير واصلاح. قال لك ما هدموا مين؟ الهكسوس. يعني يقصد يقول لك هل كان عصر احمس كله حرب؟ قال لك لا، عصر احمس ما كانش كله حرب، ده اهتم بالبناء واهتم بالتعمير. يبقى تعالى نرجع كده للملك احمس. الملك احمس طرد الهكسوس، وحد ايه؟ البلاد، اعاد الامن والامان. عمل ايه تاني؟ امن الحدود الجنوبيه، ارسل حملات عسكريه. بس كده؟ قال لك وطور الجيش وخد العاصمه طيبه. خد العاصمه طيبه. هو مؤسس الدوله الحديثه. اهتم برضه بالبناء والتعمير. اهتم برضه بالبناء والتعمير. حلو الكلام. الملك تحتمس الاول قال لك عندما تولى الحكم كانت مصر مستقره داخليا، فبدا يتجه الى الجنوب حتى اصبحت مدينه نبته ضمن حدود مصر. نبته يعني هم ضم اراضي الكوشيين. احتل الكوشين او احتل السودان. ولكي ينظم امور هذه المنطقه جعل منطقه من نبته الى شمال ادفو وحده واحده، يعني محافظه واحده من نبته لادفو. قال لك دي محافظه واحده تبع مصر، واطلق عليها وعين عليها ملك، وطلع عليه الابن الملكي لكوش، عين عليها حاكم يعني المنطقه دي. وانتشرت بهذه المنطقة الثقافة المصرية. وبعد ذلك اتجه إلى آسيا وسيطر على نهر الفرات وبسط نفوذه في الجنوب الشرقي، وبدأ في تعمير البلاد وساد الرخاء في حكمه، واهتم بالتشييد والمباني. ده الملك خلي بالك تحتمس الأول. يعني هو كده عمل إيه؟ هو مؤسس الإمبراطورية الأولى. خلي بالك الملك أحمس هو بداية ظهور الإمبراطورية. أما اللي عمل الإمبراطورية الأولى الملك تحتمس الثالث. ده سيطر على الكوشيين وضم، قال لك عندنا نهرين دجلة والفرات، يعني احتل في آسيا، احتل أراضي في آسيا، واهتم بالتعمير والبناء. أيوه بنى معبد إيه؟ بنى معبد الكرنك. حلو الكلام. قال لك عندنا ليكون المعبد الرئيسي لطيبة طوره
وفضل أن يدفن في مكان خفي، فاختار له المهندس أنيني وادي الملوك. احنا لقينا الملك تحتمس الأول فين؟ موجود في وادي الملوك. هو عمل ايه؟ طور معبد الكرنك ليكون المعبد الرئيسي في طيبة. يبقى تعالى نلخص كده، الملك تحتمس الأول عمل ايه؟ الملك تحتمس الأول هو صاحب الإمبراطورية المصرية. يبقى هو صاحب الإمبراطورية المصرية، سيطر على أرض الكوشيين لما وصل إلى مدينة نبتة وضمها لمنطقة إدفو، وعين عليها ملك اسمه الابن الملكي لكوش. وكمان هو سيطر على إيه؟ قال لك على مناطق في آسيا. أيوة، فين؟ عند نهر الفرات. يبقى هو سيطر على مناطق في آسيا اللي هو عند نهر الايه؟ الفرات. واهتم بمعبد الكرنك، خلي بالك من المعلومة دي. يبقى هو اهتم بمعبد الكرنك عشان يكون المعبد الرئيسي في طيبة. حلو الكلام. قال لك طب تعالى نتكلم عن الملكة حتشبسوت. الملكة دي قال لك كان العصر بتاعها ده كان عصر السلام وكمان الأمن. طب ليه؟ قال لك إن الست دي اهتمت بالتجارة، يعني ما عملتش أي أعمال عسكرية. يبقى تعتبر الملكة حتشبسوت من أشهر الملكات في مصر القديمة. ليه؟ قال لك قامت بالعديد من الأعمال حيث تميزت إنجازاتها اقتصادية وسياسية وثقافية وعمرانية، عشان هي عملت قال لك العديد برضه من المعابد والمسلات. يبقى الملكة حتشبسوت قال لك دي من ضمن ملوك الدولة القديمة. الدولة الحديثة قال لك اهتمت بالسلام والأمن عشان معظم إنجازاتها إنجازات اقتصادية، اهتمت بالذات في مجال التجارة، وعملت برضه إنجازات سياسية وثقافية. حلو الكلام. الملك تحتمس الثالث الشبح، انا بسميه الشبح المنهجي. اشمعنى تحتمس الثالث؟ تحتمس الثالث ده حكم مصر وكان عنده 19 سنه. يعني ايه ملك يقدر واحد 19 سنه يقدر يحكم دوله بحجم مصر كامله؟ قال لك ده مش بس كده، ده عمل امبراطوريه واسعه جدا كبيره جدا. ايوه، عمل ايه؟ ومش بس كده، قال لك ان ملوك الشام او ملوك فينيقيا استهزأوا بيه. قالوا ده مين اللي احنا هنفضل تحت حكمه؟ ده مين ابو 19 سنه اللي احنا هنسمع كلامه؟ ده احنا هننقلب عليه. ده احنا هننقلب ايه عليه؟ اللي هم مين؟ اهالي قادش، امراء الشام. قال لك وسوريا. قالوا احنا هننقلب عليه وهنمشي من تحت حكمه، مش هنسمع كلامه تاني، وهننتظره في ساحه الميدان. وفعلا على فكره تحتمس الثالث خرج بالجيش، ولكن مشى بطريق غير ممهد. هو لف من ورا الجيش. هو المفروض كان يمشي كده، هو مشى لهم كده، جالهم من ظهرهم في معركه مجده، وقدر ينتصر على ملك الحيثيين هناك. يبقى الملك تحتمس الثالث يعد من اعظم ملوك مصر في المجال الحرب والاداره. ازاي؟ ارسل 16 حمله عسكريه لاسيا عشان يسيطر عليها، عشان يفضل مسيطر عليها. وبنى اسطول حربي استطاع ان يسيطر على البحر المتوسط وفينيقيا. يبقى خلي بالك، هو عمل 16 حمله عسكريه. فين يا عم؟ قال لك في اسيا، خصوصا في فينيقيا. وكمان عمل لي اسطول بحري سيطر بيه على البحر المتوسط وسيطر بيه على ساحل ايه؟ فينيقيا. يعني معنى ذلك ظهر الاسطول الحربي المصري قال لك في زمن مين؟ تحتمس الثالث. حلو. كما اهتم بالتوسع في افريقيا فارسل 17 حمله على ارض الكوشيين وانتصر عليهم. يعني هو توسع في الشمال الشرقي وكمان فين؟ قال لك في الجنوب. وبذلك اقام امبراطوريه كبيره امتدت من وراء الجندل الرابع لحد بلاد فينيقيا. وخلي بالك ده انتصر في معركة شهيرة جدا اسمها معركة مجده على ملك الحيثيين، على ملك قادش أمير الحيثيين. تعال نعرف. قال لك ويعد من أشهر المعارك الحربية التي خاضها معركة مجده، حيث قال لك عندنا رغب أمراء آسيا بقيادة الأمير قادش، قال لك الذين خرجوا عن الحكم المصري وعسكروا في مدينة مجده بفلسطين. خرج إليهم الملك تحتمس الثالث بجيشه وحاصرهم حتى استسلموا. يبقى تاني إن ملوك آسيا
ارادوا ان هم ينفردوا بالحكم، مين ينفردوا او يبعدوا عن حكم مين؟ تحتمس الثالث، فخرج بالجيش وانتصر عليه هم في معركه مجده. قال لك بقياده الامير قادش، قال لك انتصر على امير قادش في معركه مجده. تاني، يبقى الملك تحتمس الثالث عمل ايه؟ انتصر على الامير قادش في معركه مجده. طب ليه؟ لرغبه امراء اسيا، لرغبه امراء اسيا الانفصال عن مصر، الانفصال عن مصر. قال لك بكل بساطه كده، انتصر عليهم ولا لا؟ انتصر. ولكن الملك تحتمس الثالث كان ذكي، قال لك بكل بساطه كده، انا يا عم طلعت فعلا وانتصرت عليهم. هو فعلا طلع انتصر، حلو الكلام. تعال نفهم مع بعض. قال لك انا طلعت من طيبه هنا وفضلت ماشي لحد ما وصلت لمعركه مجد، والحمد لله انتصرت على امير قادش. انا لو رجعت تاني ما هم هينقلبوا عليا تاني. قال لك لا، طلع ذكي. قال لك ده انا اخد ابناء الامراء هناك. يعني فين؟ مش انا حاربت واحد اسمه قادش؟ قال لك اه. هات ابنك، هتقتله يا تحتمس؟ قال لك لا، انا مش هقتله، ده انا هربيه على ايه؟ هربيه في مصر، هربيه على العادات والتقاليد اللي في مصر، اخليه لما يطلع او يكبر لما يبقى امير، واخليه يحكم منصب، يبقى ولاؤه لمين؟ مش ليك، يبقى ولاؤه لمصر، يبقى ولاؤه لتحتمس الثالث. وهنعرف دلوقتي تحتمس الثالث عمل ايه. قال لك والحفاظ على الامبراطوريه اتبع الملك تحتمس الثالث السياسه السلميه مع امراء اسيا، دلل حيث قام. قال لك بتقربهم منه، قربهم منه ما طردهمش، وكمان ثبتهم في الوظائف ثبتهم في الوظائف، يعني ما طردهمش من الوظائف بتاعتهم. واخذ بعض ابنائهم معهم الى مصر ليتعلموا العادات والتقاليد المصريه، زي ما انا ما قلت اهو، علشان يغرس فيهم او في نفوسهم حب مصر، حتى اذا ما عادوا لبلادهم اصبحوا من اتباعه المخلصين. يعني هو جاب ابناء الامراء عشان يبقوا ايه؟ اتباع ليه. ورغم كثرة الحملات الحربية التي قام بها تحتمس الثالث، فقد اهتم بالأمور الداخلية للبلاد، حيث أقام المعابد والمسلات. يبقى لما يجي يكلمنا عن الملك تحتمس الثالث، هو صاحب إمبراطورية. جميل. عمل إيه؟ قال لك أرسل 16 حملة عسكرية على الشام اللي هي فينيقيا اللي في آسيا، وكمان قال لك عندنا و17 حملة عسكرية فين؟ في أفريقيا أو جنوب أفريقيا. جميل. قال لك وكمان إن هو انتصر على أمراء آسيا في معركة إيه؟ الله ينور على الرد، في معركة مجده. حلو الكلام، ضد الأمير قادش. ولكن هل هو موتهم؟ لا، ده اتبع السياسة السلمية. اتبع إيه؟ السياسة السلمية، لما جاب أبناء الأمراء يربيهم فين؟ في مصر، عشان يبقوا من ضمن أتباعه المخلصين. تعال نتكلم بقى عن أشهر واحد في الدولة الحديثة، برضو كان 19 سنة، الملك توت عنخ آمون. قال لك تولى عرش مصر، قال لك بعد الملك إخناتون. يعني كان إخناتون هو صاحب الثورة الدينية، هو اللي قال للمصريين يعبدوا إله واحد، هو ده كان ابنه. وكان ما يزال صغيرا في السن، وأعاد مدينة طيبة عاصمة البلاد. اشمعنى؟ أصل إخناتون ده عمل عاصمة اسمها أخيتاتون. طبعا الملك توت عنخ آمون ما كانش حابب أبوه، وما كانش حابب الإله أتون، وما كانش حابب العاصمة، فدمر العاصمة ورجع العاصمة تاني طيبة، وأعاد عبادة الإله آمون مكانتها، وغير اسمه من توت عنخ آتون لتوت عنخ آمون، يعني الابن المخلص لآمون. أمر بإصلاح المعابد التي أغلقت وتضررت في عهد أبيه، وشيد معابد في جهات مختلفة، بنى معابد ياما في شمال السودان. قال لك مش بس كده، وعمل قال لك وكمان ترجع شهرته بسبب اكتشاف مقبرته. إن القناع ده، تخيل القناع ده بيساوي دلوقتي يعني حد هذه الساعة أكتر من 30 مليار دولار. عارف يعني ثمن قناع الملك ده توت عنخ آمون 30 مليار دولار، محطوط عندنا في المتحف المصري. القناع الملك ده قال لك من دقته، يقول لك هم يعني هو من الذهب الخالص على فكرة، هو كله ذهب في ذهب. قال لك دول هم لاحمينه بالليزر، دقة الرسم ودقة النقش عليه. يقول لك لا، اكيد دي مش ادوات بدائية الفراعنة وصلوا لها، دول كانوا متقدمين. يقول لك دي درجة لحم بالليزر. فسبب شهرة الملك ده كله من الاخر المقبرة بتاعته. يبقى ترجع شهرته عشان اكتشفت المقبرة سنة 1922 في وادي الملوك، بما تفسر حيث احتوت هذه المقبرة على كنوز أثرية قال لك بتعبر عن تقدم الفن او الفنون في عصر ايه؟ قال لك في مصر القديمه.
يبقى ترجع شهرته قال لك حيث احتوت هذه المقبره على كنوز اثريه. يبقى ليه كان الملك توت عنخ امون مشهور قوي في مصر؟ قال لك حيث احتوت المقبره على كنوز اثريه. احتوت المقبره على كنوز ايه؟ اثريه. يبقى تاني بكل بساطه كده، الملك توت عنخ امون تولى العرش بعد الملك اخناتون. تاني، هو تولى العرش بعد الملك اخناتون. رجع العاصمه طيبه، رجع العاصمه طيبه، غير اسمه من توت عنخ اتون لتوت عنخ امون. ومش بس كده، واقام العديد من المعابد واصلح كمان العديد من المعابد. يبقى تاني، هو ايه عمل؟ ارجاع العاصمه طيبه وغير اسمه لتوت عنخ آمون. حلو، قال لك جميل جدا. هو أصلح المعابد. طب سبب شهرته إن المقبرة بتاعته احتوت على كنوز أثرية. الملك رمسيس الثاني، الرجل العسكري، من الآخر أنا بحب أسميه بطل الحرب والسلام. ده الملك رمسيس الثاني، شبه مع السادات على فكرة. الملك رمسيس الثاني عمل إيه؟ تعال أقول لك. قال لك الملك رمسيس الثاني عمل، قال لك يعتبر رمسيس الثاني من اشهر برضه ملوك الدوله الحديثه. سمي عصره بعصر الامبراطوريه الثانيه. عصر الامبراطوريه الاولى تحتمس الاول، بعد كده تحتمس الثالث. كان لسه مصر كانت واسعه، يعني كانت لسه محافظه على الاراضي بتاعتها. ولكن اللي عمل امبراطوريه اكتر واللي ضم اراضي اكتر الملك رمسيس الثاني. يبقى اول واحد عمل امبراطوريه تحتمس الاول. خلي بالك، بدايه ظهور الامبراطوريه المصريه في عهد احمس. تاني، في عهد بداية ظهور الإمبراطورية المصرية عهد أحمس. أما الملك رمسيس الثاني بداية ظهور الإمبراطورية الثانية، حيث وصلت حدود مصر لقمة مجدها في فترة حكمه. وقد بدأ حكمه بالاهتمام برضه بالشؤون الداخلية، فأكمل ما كان قد بدأه أبوه ستي الأول، حيث استكمل بناء معبد أبيدوس، كما أمر بنحت معبدين في منطقة أبو سمبل، واحد ليه واحد لزوجته. يبقى هو اهتم بالامور الداخليه، استكمل بناء معبد ابيدوس، وعمل معبدين في ابو سمبل، واحد ليه واحد لمراته، واحد ليه واحد لمراته او زوجته. واقام العديد من المسلات. ومن اشهر المعارك التي خاضها الملك رمسيس الثاني معركه قادش. ركز، معركه مجده كانت ما بين تحتمس الثالث وامير قادش. الامير اللي حاربه اسمه قادش، خلي بالك. اما معركة قادش دي اسم المعركة. شفت كلمة معركة قادش هتفتكر رمسيس الثاني. شفت معركة مجده هتفتكر الملك تحتمس الثالث. طب تمام، هنا رمسيس الثاني كان بيحارب مين في معركة قادش؟ كان بيحارب الحيثيين. يبقى طب بما تفسر قيام معركة قادش بسبب رغبة ملوك الحيثيين. قال لك عندنا السيطرة على بلاد ايه؟ الشام. قال لك عندنا وتحالفوا مع امراء المدن السوريه ضد مين؟ ضد مصر. وخرج الملك رمسيس الثاني لمواجهتهم. يبقى تاني، امير قال لك عندنا حصلت معركه قادش في عهد مين؟ رمسيس الثاني. رمسيس ايه؟ الثاني كمان مره. عمل ايه؟ حيث راى ان نفوذ الحيثيين تزايد في بلاد الشام، وتحالفوا مع امراء سوريا ضد مين؟ ضده هو، ضد رمسيس الثاني. تاني، ملك رمسيس الثاني طلع حارب امراء الحيثيين. ليه؟ في معركه قادش. ليه؟ عشان هم تحالفوا مع امراء سوريا ضده. وانطلق بجيشه نحو سوريا مخترقا شبه جزيره سيناء وفلسطين، والتقى قال لك بجيش الحيثيين وهزموا. النتيجه اضطر ملك الحيثيين يطلب الصلح، فعمل دي اللي هجيلك في الامتحان، اقدم معاهده سلام. يبقى تعالى نلخص كده ان الملك رمسيس الثاني عمل ايه. الملك رمسيس الثاني بكل بساطه استكمل بناء معبد ابوه. قال لك اللي هو معبد ايه؟ ابيدوس. وابوه اسمه ايه؟ ستي الاول. حلو، مش بس كده، قال لك وبنى معبدين في ابو سمبل، واحد ليه واحد لزوجته. جميل. وخلي بالك هو انتصر على امراء الحيثيين في معركه ايه؟ قادش، عشان هم تحالفوا مع امراء سوريا ضده، او عشان يخرجوا بره حكمه. الملك رمسيس الثالث قال لك ان الملك رمسيس الثالث يعتبر المؤسس الحقيقي للاسره العشرين. خلي بالك، صاحب الامبراطوريه الثانيه رمسيس الثاني،
المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين رمسيس الثالث، حيث استطاع هزيمة شعوب البحر المتوسط، كما تصدى للليبيين لما هاجموا على الحدود الغربية، وأصلح الإدارة وأعاد تنظيم الجيش، واهتم برضه بإرسال البعثات التجارية لبلاد بونت. يبقى الملك رمسيس الثالث عمل إيه؟ أول حاجة طرد شعوب البحر المتوسط، يبقى هو طرد شعوب البحر المتوسط. مش بس كده، وكمان انتصر على الليبيين لما هاجموا الحدود الغربية لمصر، وأرسل بعثات تجارية لبلاد إيه؟ قال لك لبلاد بونت، واهتم طبعا ببناء المعابد والتماثيل الضخمة. طبعا بعد أي عصر قوة لازم يجي عصر ضعف. تعال نتكلم بقى عن العصر المتأخر. قال لك بعد أي دولة قوية لازم تضعف ولازم تنهار، فيجي آخر عصر وأطول عصر مر على مصر اسمه العصر المتأخر. بدأ بعد انتهاء حكم رمسيس الثالث. أول ما رمسيس الثالث مات ضعفت البلاد ضعفت. طب ليه؟ طبعا ضعف البلاد على طول احنا حافظينها من الدرس الثاني والأول، هنقول له كده ضعف سلطة الملوك، مش بس كده، وزيادة سلطة حكام الأقاليم. يبقى ضعف سلطة الملوك وزيادة سلطة حكام الأقاليم. وتعرضت البلاد خلال هذه الفترة للأطماع الخارجية بدخول الإسكندر مصر، وكده أنهى الحكم العصر الفرعوني. يبقى تاني، تعرض البلاد خلال هذه الفترة الأطماع الخارجية انتهت خالص بدخول الإسكندر. هو اللي احتل مصر الأول الصراحة يعني الفرس، وبعد الفرس جاء الإسكندر، ولما جاء الإسكندر أنهى الوجود الفرعوني أصلا، أنهى العصر الفرعوني تماما. يبقى العصر المتأخر بعد انتهاء حكم رمسيس الثاني ضعفت الدولة بسبب ضعف الملوك وزيادة نفوذ حكام الأقاليم. حلو الكلام. قال لك طب انتهى العصر الفرعوني أو انتهت مصر الفرعونية بدخول الإسكندر مصر. تعال نعرف بقى علاقة الدولة الحديثة بأفريقيا. قال لك نتيجة اتساع الإمبراطورية المصرية في عصر الدولة الحديثة، أيوة إيه اللي حصل؟ زاد النشاط التجاري بين مصر وأفريقيا. مش إحنا قلنا إن الملوك اهتموا باحتلال أراضي جديدة، فاحتلوا أراضي الكوشيين، صح؟ قال لك صح. فطبعا أنا لما احتل أرض أو أضمها للدولة بتاعتي أكيد هتاجر مع أهلها، فزاد النشاط التجاري. يبقى النتيجة المترتبة على اتساع الإمبراطورية المصرية في عصر الدولة الحديثة، لما عملنا إمبراطورية زاد التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا. ومن أشهر الرحلات التجارية البعثة التي أرسلتها الملكة حتشبسوت، قلتها لك فوق، تجرت مع بلاد بونت. قال لك عندنا تجرت مع بلاد بونت، وطبعا هي رسمت البعثة التجارية أو الرحلة التجارية على معبد الدير البحري بتاعها. كما انتشرت بعض الطقوس الدينية المصرية برضو فين؟ قال لك في مصر وفي أفريقيا بعلاقات سياسية تجارية. يبقى ملوك الدولة الحديثة من الآخر، ملوك الدولة الحديثة عملوا علاقات مع أفريقيا. عملوا علاقات مع إيه؟ مع أفريقيا سياسية وكمان اقتصادية اللي هي تجارة يعني. وتم بناء بعض المعابد والأعمدة في هذه المناطق. وعلى فكرة ارتدى النبلاء في مملكة الكوش ملابس مشابهة للملابس بتاعتنا، للملابس المصرية. غير أن العلاقات المصرية الأفريقية قد تغيرت في العصر المتأخر، حيث اتسمت بالصراعات والحروب. فبعض المناطق الأفريقية في الأسرة ال21 قدروا يسيطروا على جنوب مصر. يعني يقصد يقول لك في الأسرة ال21 بكل بساطة إن ملوك الكوشيين سيطروا على جنوب مصر. خلي بالك من المعلومة دي. هو في عصر الدولة الحديثة كانت العلاقات بيننا تمام، أما في العصر المتأخر خصوصا بعد يلك في الأسرة ال21 قال لك فقدت مصر السيطرة على المناطق الأفريقية. وفي عصر الأسرة ال24 حصل صراع بين المصريين والكوشيين، وانتهى بسيطرة الملوك الكوشيين على مصر. يعني بعد نهاية الأسرة ال21 الكوشيين سيطروا على جنوب مصر وعملوا الأسرة ال25. تاني، بعد وفاة الملك رمسيس الثالث اللي هو كده آخر ملوك أو مؤسس الأسرة ال20، جات الأسرة ال21 كانت ضعيفة، برضه انهارت الأسرة ال21. حصل صراع بين المصريين والكوشيين، وفي الآخر انتصر الكوشيين على المصريين وسيطروا على إيه؟ على جنوب مصر. يقول لك وكونوا الأسرة ال25. جميل جدا.
وفي الاخر قال لك هنا انتهت درس الدوله الحديثه معانا. اهم حاجه يكون الدرس اتشرح لك كويس وتفهمه كويس جدا جدا جدا، وما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك فيديو مراجعه شهر اكتوبر. لازم تركز فيه عشان امتحانات الشهر مهمه داخله في اعمال السنه. انا معاك لحد ليله الامتحان، وكل الفيديوهات دي مجانا على القناه عندي على اليوتيوب. مني ليك هديه لطول السنه باذن الله. انا معاك لحد ليله الامتحان. كان معاك مستر محمد علاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.